السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا هناخد الدرس الأول للصف الثاني الابتدائي من كتاب سلاح التلميذ. أول حاجة هنا بيقول لوحتي. آسر تلميذ في الصف الثاني الابتدائي يحب الرسم والتلوين، لكنه خجول لا يحب أن يرى الناس لوحاته، فهو يخاف ألا تعجبهم. ماشي. في حصة الرسم رسم آسر بيتا صغيرا أمامه شجرة خضراء والشمس فوقه. يبقى تاني، أول حاجة بيقول إن عنوان الدرس يا ولاد اسمه لوحتي. بيقول إن آسر تلميذ في الصف الثاني الابتدائي يحب الرسم. آسر بيحب الرسم والتلوين. ماشي. يبقى تاني أما نيجي نقول آسر بيحب إيه؟ يحب الرسم والتلوين، بس في عنده مشكلة، هي إيه؟ إن هو خجول، لكنه خجول لا يحب أن يرى الناس لوحاته. ليه ما بيحبش إن الناس تشوف لوحاته يا ولاد؟ لماذا؟ أو ممكن يجي سؤال كده، لماذا لا يحب آسر أن ترى الناس لوحاته؟ هنقول إيه؟ فهو يخاف، لأنه يخاف ألا إيه؟ ألا تعجبهم. ماشي. في حصة الرسم رسم آسر بيتا صغيرا أمامه شجرة خضراء والشمس فوق. ممكن يجي سؤال برضك يقول ماذا رسم آسر في حصة الرسم؟ هنقول رسم آسر في حصة الرسم بيتا صغيرا أمامه شجرة خضراء والشمس فوقه. تمام. طيب، هنا بيقول لك سؤال، هنا بيقول إيه؟ ما الصفة التي وصف بها آسر؟ ما الصفة التي وصف بها آسر؟ يعني إيه الصفة اللي آسر توصف بيها؟ هنقول هنا إن هو إيه يا ولاد؟ إن هو خجول لا يحب أن يرى الناس لوحاته، لأنه خايف إن هي إيه؟ لأنه يخاف ألا إيه؟ تعجبهم. طيب، عندما شاهد معلمته تقترب منه، يعني لما لقى ان المعلمة بتاعته بتقترب منه، ماشي، قام جاي رايح مخبي اللوحات بتاعته. عشان ايه ده؟ عشان خايف ان هو اللوحة ما تعجبش الايه؟ المعلمة، لان احنا قلنا فوق ان هو ايه؟ خجول لا يحب ان هو ما بيحبش يبين لوحاته. عشان ايه؟ بيخاف ان هي ايه؟ ما تعجبهمش. او ماشي. بيقول هنا وعندما شاهد معلمة تقترب منه خبأ لوحته. ماشي. خبأ لوحته، فابتسمت المعلمة وقالت له: هل يمكنني أن أرى لوحتك يا آسر؟ هي ممكن إن أنا أشوف اللوحة بتاعتك يا آسر؟ قام جاي رايح ياسر قال لها إيه؟ قال لها: مد آسر يده ببطء وأعطى اللوحة لمعلمته. مد آسر يده ببطء وأعطى اللوحة لمعلمته. يبقى اما المعلمة قالت لآسر: يا آسر، أنا عايزة أشوف اللوحة بتاعك، ممكن توريني اللوحة بتاعتك؟ قام جاي رايح إيه؟ آسر خاف إن هو خاف إن اللوحة ما تعجبش المعلمة، فقعد بقى يمدها كده وهو خايف يا ولاد، بيمدها ببطء كده واحدة واحدة عشان خايف. قامت جاية رايحة بقى إيه؟ نظر قامت جايه رايحه المعلمه ايه؟ وادى اللوحه للمعلمه. فالمعلمه ايه؟ قامت جايه رايحه بصله كده، وقامت جايه رايحه شجعته بقى وقالت له ايه؟ احسنت يا آسر، انت حقا موهوب، رسمك جميل والالوان رائعه. عشان بتشجعه بحيث ان هو يبقى عنده الشجاعه يا ولاد بعد كده، ان هو ايه؟ ما يبقاش خجول ويوري الرسم الايه؟ لمن حوله، سواء كان المعلمه او اي حد، عشان ايه؟ يوري الرسم ليهم. ماشي. رسمك جميل والألوان رائعة. ماشي. ما رأيك أن تعرض اللوحة أمام زملائك إذا أردت؟ أهي هي بتستشيره الأول عشان ما تخوفوش أو ترهبه. بتقول له: إيه رأيك إن إحنا نعرض اللوحة اللي أمام زملائك لو أنت عاوز، إذا أردت؟ يبقى تاني نشرح الحتة اللي فوق والحتة دي اللي تحت دي. بيقول إن آسر تلميذ فين يا ولاد؟ في الصف الثاني الابتدائي. آسر بيحب الرسم وبيحب التلوين، بس هو خجول. ليه خجول؟ لانه بيحب الناس، ما بيحبش الناس تشوف اللوحات بتاعته، لان بيخاف ان مثلا ممكن ما تعجبهمش، في حد يقول له كلمه مش عاجباه فهو يزعل. فهو بقى خجول ليه؟ عشان هو ما بيحبش ايه؟ الناس تشوف لوحاته، عشان ما بيخاف ان هي ايه؟ ما تعجبهمش. في حصه الرسم رسم آسر بيتا صغيرا امامه شجره خضراء والشمس فوقه. يبقى تاني، في حصه الرسم رسم آسر ايه؟ بيتا صغيرا امامه شجره خضراء والشمس ايه؟ فوقه. تمام كده. طيب، عندما شاهد معلمته بتقترب منه خبى اللوحة بتاعته، فابتسمت المعلمة وقالت له: هل يمكنني أن أرى لوحتك يا آسر؟ هو أنا ممكن أشوف اللوحة بتاعتك يا آسر؟ قام جاي رايح آسر مد اللوحة بتاعته ببطء وأعطى اللوحة للمعلمة. فالمعلمة شجعته فنظرت إليه وقالت: أحسنت يا آسر. ماشي.
أنت حقا موهوب، رسمك جميل والألوان إيه رائعة. ماشي، ما رأيك أن تعرض اللوحة أمام زملائك إذا أردت؟ تمام. تعالوا بقى نشوف إن إحنا إيه. تعالوا نشوف إيه بيقول هنا. سؤال تحت هنا السؤال كان فوق يا ولاد. ما الصفة التي وصف بها آسر؟ هنقول هنا الصفة اللي هو وصف بها آسر إن هو إيه؟ إن هو خجول. خجول. ليه؟ عشان ممكن هو عامل رسمة حلوة. لا مش هنقول كده بقى، احنا هنتكلم كلام ايه، كلام لغة عربية. هنقول ان هو خجول لانه لا يحب ان يرى الناس لوحاته فهو يخاف الا تعجبهم. يبقى تاني، لانه خجول هو خجول ليه يا ولاد؟ لانه لا يحب ان ترى الناس لوحاته فهو يخاف الا ايه تعجبهم. يبقى تاني، لماذا آسر خجول؟ لانه لا يحب ان ترى الناس لوحاته فهو يخاف الا ايه تعجبهم. يبقى تاني، ليه آسر خجول؟ إنه يخاف أن الناس لا يحب أن ترى الناس لوحاته فهو يخاف ألا إيه تعجبه. فهو يخاف ألا تعجبه. بيقولك هنا إيه، كيف شجعت المعلمة آسر؟ المعلمة شجعت، قالت له إيه؟ ممكن لا، شجعته، قالت له أنت حقا موهوب، رسمك جميل والألوان رائعة. ماشي. ماذا طلبت المعلمة من آسر بعد أن رأت اللوحة؟ قالت له ممكن أن أشيعهم على زملائي. ممكن أن أعرضها على زملائك. قام جاي رايح إيه بقى؟ وافق آسر وشاهدت تلاميذ اللوحة فصفقوا جميعا وقالوا لوحة رائعة. ابتسم آسر وقال سأرسم غدا لوحة أجمل. بدأ بقى يا ولاد إن هو إيه يشجع. يبقى تاني هنقول هنا أول سؤال بيقول هنا إيه، ما الهواية التي يحبها آسر؟ آسر بيحب الهواية إيه؟ الرسم وإيه؟ والتلوين. يبقى آسر بيحب ايه يا ولاد؟ الرسم والايه والتلوين. طيب لآسر ليه خجول؟ عشان الناس ما بيحبش الناس تشوف رسم. لا يحب أن ترى الناس لوحاته. ليه؟ نكمل باقي الجملة. لا يحب أن ترى الناس لوحاته فهو يخاف ألا تعجبهم. ماشي. بيقولك السؤال التاني. ماشي، احنا قلنا ان هو ايه يخاف الا تعجبهم. يبقى ده السؤال ما الصفة التي وصف بها آسر. تمام. طيب ماشي، نيجي هنا للسؤال اللي بعده. كيف شجعت المعلمة آسر؟ شجعته ان هي قالت له ايه، احسنت يا آسر، رسمك انت موهوب ورسمك جميل والالوان رائعة. ماشي. ماذا طلب المعلمة من آسر؟ ان يعرض الايه اللوحة على التلاميذ. ماشي. فقام جاي رايح عارضها على التلاميذ يا ولاد، وقام جاي رايح ابتسم آسر لما عرضها على التلاميذ. صفقوا له وفرح آسر وابتسم. ماشي. وقال ايه، اتشجع وقال ايه، انا هرسم غدا لوحة اجمل. نيجي هنا بقى لمعاني الكلمات. بيقول هنا مفردات النص. هنقول هنا الكلمة ومعناها. طبعا احنا قلنا يا ولاد المعنى اللي هو ايه المرادف، المعنى اللي هو مرادف. لوحاته اللي هو ايه رسوماته. لوحاته اللي هي رسوماته. تعرض، تظهر. رائعة، جميلة. ماشي. هنيجي هنا للكلمة ومضادها. يحب عكسها يقرأ، او مضادها صغير مضادها ايه كبير. خبأ أظهر. بطء سرعة. واحد بطيء يبقى ايه واحد سريع. طيب ماشي. تقترب جميل قبيل. ماشي. حصة جمعها ايه حصص. اللون جمعها ألوان. بيت جمعها بيوت. زميل جمعها زملاء. شجرة جمعها أشجار. تلميذ جمعها تلاميذ. طيب ماشي. أول سؤال بيقول هنا بقى إيه، ماذا رسم آسر في حصة الرسم؟ رسم آسر بيتا صغير وشجرة أمامه شجرة، قدامه شجرة. رسم بيتا صغيرا أمامه شجرة خضراء والشمس فوق. يبقى تاني، ماذا رسم آسر في حصة الرسم؟ رسم بيتا صغيرا أمامه شجرة خضراء والشمس فوقه. رسم بيتا صغيرا. تاني يا ولاد، رسم بيتا صغيرا أمامه شجرة خضراء والشمس فوقه. رسم بيتا صغيرا أمامه شجرة خضراء والشمس فوقه. لماذا أخفى آسر لوحته بعد الانتهاء من رسمه؟ ليه هو أخفاها؟ لأنه خجول
لا فأنه خجول لا يحب أن يرى الناس لوحاته فهو يخاف ألا إيه تعجبهم. لأنه خجول لا يحب أن يرى الناس لوحاته فهو يخاف ألا تعجبهم. ماشي. لو كنت مكان آسر هل ستعرض لوحتك ولماذا؟ نعم، ليه هتعرضي لوحتك؟ عشان ممكن تقول حلوة ممكن تقول فلو قالت حلوة هتبقى هعدل. لو قالت حلوة هبقى تبقى كويسة. لو قال فيها مثلا فيها خطأ أو خطأ بسيط هعدله. ماشي. يبقى نعرف هنا هنقول نعم سأعرضها لأني أحب لوحات وأستفيد من ملاحظات الآخرين في تحسينها. لأني أحب لوحاتي وأستفيد من ملاحظات الآخرين في تحسينها. لأن كل ما أنا يبقى عندي خطأ بسيط هعدله وهبقى إيه أحسن وأحسن. ما رأيك فيما فعله التلاميذ عندما شاهدوا لوحة آسر؟ أعجبني تشجيع التلاميذ لآسر لأن التشجيع يساعد الإنسان على الإبداع. يبقى أعجبني تشجيع التلاميذ لآسر لأن التشجيع يساعد الإنسان على الإبداع. يبقى تاني أعجبني تشجيع التلاميذ لآسر لأن التشجيع يساعد الإنسان على الإبداع. يبقى تاني أعجبني تشجيع التلاميذ لآسر لأن التشجيع يساعد الإنسان على الإبداع. يبقى تاني يا ولاد، ماذا رسم آسر في حصة الرسم؟ رسم بيتا صغيرا أمامه شجرة خضراء والشمس فوق. لماذا أخفى آسر لوحته بعد الانتهاء من رسمها؟ لأنه خجول لا يحب أن يرى الناس لوحاته فهو يخاف ألا تعجبه. لو كنت مكان آسر هل ستعرض لوحتك؟ وليه؟ نعم سأعرضها لأني أحب لوحاتي وأستفيد من ملاحظات الآخرين في تحسينها. السؤال اللي بعد كده، ما رأيك فيما فعله التلاميذ؟ أعجبني تشجيع التلاميذ لآسر لأن التشجيع بيساعد الإنسان على الإبداع. برأيك هل كان آسر محقا عندما خبأ لوحته ولماذا؟ هل كان؟ لا. ليه بقى؟ لأنه يحب يجب أن يثق بنفسه ويعرض رسوماته دون خوف. لأنه يجب أن يحب أن يثق بنفسه ويعرض رسوماته دون خوف. يبقى تاني لأنه يجب أن يثق بنفسه ويعرض رسوماته دون خوف. يبقى تاني، برأيك هل كان آسر محقا عندما خبأ لوحته؟ هنقول ولماذا؟ هنقول لا، لأنه يجب أن يثق بنفسه ويعرض رسوماته دون خوف. اقترح طريقة تشجع الأطفال على الثقة بالنفس في عرض أعمالهم. طريقة تشجع الأطفال على الثقة بالنفس في عرض أعمالهم إن يبقى فيه إقامة معرض أسبوعي يقدم فيه كل طفل عملا من إبداعه، لوحة أو عملا فنيا أو لعبة. ماشي. يبقى تاني يعني هو بيقول لك اقترح في طريقة عشان ان الاطفال تشجع نفسها ان يبقى في معرض. ماشي. ان لابد ان يكون هناك معرض ماشي ليعرض الاطفال انشطتهم او لوحهم او او العابهم او العمل الفني بتاعهم. تاني يبقى تاني عشان نحفظ الدرس صم يا ولاد. ماذا رسم آسر في حصة الرسم؟ رسم شجرة صغيرة. رسم بيتا صغير أمامه شجرة خضراء والشمس فوقه. رسم بيتا صغيرا أمامه شجرة خضراء والشمس فوقه. رسم بيتا صغيرا أمامه شجرة خضراء والشمس فوقه. لماذا أخفى آسر لوحته بعد الانتهاء من رسمها؟ لأنه كان لا يحب أن ترى الناس لوحاته فهو يخاف ألا تعجبهم. يبقى تاني، لأنه خجول لا يحب أن ترى الناس لوحاته فهو يخاف أن لا تعجبه. يبقى تاني، ماذا رسم آسر في حصة الرسم؟ رسم بيتا صغيرا أمامه شجرة خضراء والشمس فوقه. ماشي. لماذا أخفى آسر لوحته بعد الانتهاء من رسمها؟ لأنه خجول لا يحب أن يرى الناس لوحته. عشان هو خايف ألا تعجبه، لأنه يخاف ألا تعجبه. لو كنت مكان آسر فهل ستعرض لوحتك ولماذا؟ نعم ستعرضيها. ليه؟
عشان ممكن لو في خطأ بسيط أعدله. ماشي يبقى نقول هنا تمام نعم سأعرضها لأني أحب لوحاتي وأستفيد من ملاحظات الآخرين دي. ماشي عشان يبقى عندي تحسين في اللوحات بتاعتي. ماشي. ما رأيك فيما فعله التلاميذ عندما شاهدوا لوحة آسر؟ أعجبني هذا التصرف لأنهم شجعوا آزر وهذا يساعده على الإبداع. ممكن أقولها أنا بعميتي طالما فهمت الدرس. أعجبني تشجيع التلاميذ لآسر لأن ذلك التشجيع يساعده على الإبداع. أعجبني تشجيع التلاميذ لآسر لأن ذلك يساعده على تشجيعه على الإبداع. يبقى تاني برأيك هل كان آسر محقا عندما خبأ لوحته؟ لا طبعا ما كانش محقا. ليه؟ لأنه يجب أن يثق في نفسه ويعرض في رسوماته دون خوف. يبقى تاني هل كان محقا؟ لا، لأنه يجب أن يثق في نفسه ويعرض رسوماته دون خوف. يبقى تاني هل كان محقا؟ هنقول لا، لأنه يجب أن يكون عنده ثقة في نفسه ويعرض رسوماته دون خوف. يبقى تاني هل كان محقا لما خبى اللوحات بتاعته يا ولاد؟ هنقول هنا لا، لأن ما كانش محقا في ان هو يخبي اللوحات بتاعته لانه يجب ان يثق بنفسه ويعرض رسوماته دون خوف. اقترح طريقة تشجيع. احنا قلنا الطريقة ان يبقى فيه معرض يقام. ماشي. يقام ان الطلبة تعرض فيه لتشجيع الطلاب في عرض اعمالهم الفنية، في عرض لوحاتهم، في عرض ألعابهم.